كانت أول ضربة بيضرب الحكم الملكي في مصر. الخديوي إسماعيل بداية الانهيار الحقيقي. الخديوي إسماعيل حكم من 1863 لغاية 1879. عنده حلم كبير جدا إن يخلي مصر قطعة من أوروبا زي النظام هناك البيوت، ويبدأ يكبر فيها زي أوروبا. بس الفكرة ما كانش فيه فلوس يعني الحاجات دي كلها، فاضطر إن هو يستلف. والمشكلة إن هو استلف من مين؟ استلف من فرنسا وإنجلترا. خديوي إسماعيل بنى شبكة سكة حديد جديدة ضخمة كبيرة جدا، طور القاهرة على النمط الأوروبي. كان دايما حاطط إن النمط الأوروبي لازم يتزرع في مصر كمان. عمل قصور، شوارع، نظام إداري جديد بطريقة مختلفة بالطريقة الأوروبية. هو كان شايف إن لازم النظام الأوروبي يطبق في مصر. شارك في افتتاح قناة السويس سنة 1869. الحاجات دي كلها عملها بالفلوس اللي خدها من انجلترا وفرنسا. الفكره ان اليوم مصر نطت من 3 مليون الى اكتر من 100 مليون جنيه استرليني. ده رقم مرعب جدا في وقتها. الدوله اعلنت افلاسها عمليا سنه 1876. الدول الاوروبيه فرضت رقابه ماليه في مصر. اسماعيل اضطر بيه عصم مصر قناه السويس لفرنسا وانجلترا. ساعتها السلطان العثماني بعت رسالة لخديوي إسماعيل، قال له يلا مفيش قضاء عرش تاني، أنت اتخلعت. فعلا ساعتها اتخلع خديوي إسماعيل وسلم ابنه توفيق ساعتها.